يا جماعه بعد اذنكم ما تدوش متسولين فلوس في الشوارع، لان دول مش محتاجين، دول متسولين. طب ايه الفرق ما بين المحتاج والمتسول؟ المتسول دي مهنه، دي مهنته، زي اللي بيشتغل زي النصاب، زي الحرامي، هي مهنه زي المهن دي، مهنه غير شرعيه وغير معترف بيها يعني. طب المحتاج ده شخص محتاج، يعني الدنيا مزنقه معاه، وعشان هو محتاج وعفيف فعمره ما هيقول لك انا محتاج فلوس، عمره. هتلاقيه بيشتغل، هتلاقيه بيجتهد، هتلاقيه طلعان عين اهله، بس مش هيقول لك هات جنيه، مش هيقول لك هات جنيه، هات جنيه، مش هيقولها لك. تمام. انما المتسول بقى لا، ده توحشوا، دول توحشوا وبقوا مش طبيعيين خالص. وتلاقيهم بقى واقفين لك فين؟ واقفين لك عند المطاعم، عند السوبر ماركت، اي سوبر ماركت هتلاقي علي متسول. انت بتشتري وانت معاك فلوس اهو، انت بتشتري اديني، هتلاقي واقف عند مكان الاي تي ام والبنوك، انت رايح تسحب فلوس، انت رايح تسحب فلوس اديني. هتلاقي واقف لك عند مطاعم الاكل، ما انت داخل تاكل اهو اديني. زمان كانت عند اقول لك ايه، يقول لك جامعه الدول والحاجات البسيطه الصغيره دي. انما دلوقتي لا، ده تقف في اي حته متسولين، وانت قاعد على القهوه متسولين، وانت ماشي في الشارع في اشاره متسولين، في اي اشاره في مصر. تمام. و هات فلوس راضيني، لما يشوف بقى ما فيش منك رجع، طب هات جنيه ليه؟ عشان تقول انا عايز اخلص من امه، خد يا عم الجنيه وامشي. تمام. فهو بيعدي على كام واحد؟ 3 4000 واحد في اليوم. لو كل واحد اداله جنيه 3 4000 جنيه، نصهم مش هيديله، والنص هيدي بالخمسات، والربع هيدي بالجنيه، هتلاقي نفسه عمل فلوس كتير برضه، فلوس انت ما بتعملهاش يا شحات. هو بيعمل فلوس اكتر منك وبيضرب مخدرات، هتلاقي نفسك تقول لي طب مش احسن ما يسرق؟ لا، خليه يسرق ويتحبس ويترمي. مش احسن ما تمشي غلط؟ لا، ما هو اللي شغالين في التسول شكلهم مش حلو يعني، شكلهم مش بتوع شغل، مبهدلين كده وشكلهم وحش ومضروبين بشل والكلام ده، فمش دي المطلوبه. ما تلاقيش متسوله حلوه ابدا، ليه؟ لان دول بيشتغلوا شغل تاني. انما الكسر بقى والمضروبين خالص دول بتلاقيهم في الاشارات. المتسول ما بيشوفكش غير جنيه، زي الميكروباص. هو الميكروباص على فكره ما بيشوفكش بني ادم، بيشوفك 5 جنيه معديه، فهو عايز ياخدك. فهو برضو المتسول شايفك جنيه، شايف البشر دول مش بشر، شايفهم فلوس، فهو عايز يقطف منهم على قد ما يقدر، ياخد، يجمع، يحوش، ويعمل له 1000 جنيه في اليوم و2000 جنيه في اليوم عشان يجيب المخدرات اللي هو عايزها، وعشان يسكر، وعشان يضرب مخدرات، وعشان يبقى مدمن، وعشان يبقى جامد قوي. وفي الاخر هيأذيك برضو، لان لو ضرب مخدرات هيأذيك. وتيجي مثلا تقول له الله يسهلك يا حبيبي، الله يسهلك يا حبيبي، ربنا يبارك، ربنا يوسع عليك، خلاص ما هو ده الاحسان اهو، انت بتصرفه بالاحسان. تمام. بتخبط لك على الازاز، هات طب راضي، مش هتراضيني؟ قلت له يا عم مش هراضيك. خلاص يا عم انت بتعمل كده ليه؟ يا روح امك. ايه وش المسكنه راح فين؟ ما انت كنت بتتمسكن من شويه، ايه اللي حصل لك؟ خلاص كده وش المسكنه راح، فاضل لنا بقى وش التسول. ربنا يرزقك بمليون جنيه، طب يا عم ادعي لنفسك يرزقك انت بمليون جنيه. انا يا عم راضي بحالي يا عم، انا يا عم معيش مليون جنيه بس راضي. انت بقى مش راضي، روح بقى ادعي بقى لنفسك، انت عايز حد، انت لازم تدعي لحد عشان ايه يا عم اللفه دي في ايه؟ ارحمونا ارحمونا بقوا، كميه استفزاز رهيبه. خلاص بقينا نشوفهم، ده يعدي عليا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وانا واقف مكاني اهو، وانا واقف مكاني. مفيش مره بعمل فيها فيديو وانا قاعد في العربيه، بعمل ساعات كات ليه؟ الاقي واحد ايه جاي، اقول له شكرا، مش عايز، بعمل له كده اهو، كده اهو، شكرا يعني، تك 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 تك، هقرفك لحد ما تدي، هقرفك. انا دي شغلتي، ان انا اقرفك عشان اديني. ارحموا نفسكم، ارحموا نفسكم انتوا. انا عايز اسالك سؤال، مش انت عايز تطلع حاجه لله؟ يا اخي اقسم بالله ما في عيله في مصر ما فيهاش فقراء. مفيش عيله في مصر حتى لو العيله دي غنيه جدا هتلاقي ليها فرع كده، فرع فقير، فرع محتاج، ممكن تدي للاقرب. الاقربون اولى بالمعروف على فكره، الاقربون يعني ادي حد يكون من عيلتك كده مش معاه فلوس، اديله، ادخل عليه باكل بشرب، فرحه، اديله فلوس، يعني هو ده اولى. مش تيجي واحده اصلا شكلها تسول، واحد شكله شمام، ومفيش مره ساعات كده بحس ان انا من جوايا ايه ده انا وحش ليك، انا غبي ليه؟ انا في ايه لما ادي يعني؟ اصل انا محتاجه 900 جنيه تحاليل، اعمل ايه؟ اصل اقول لها طب تعالي نروح نعمل التحاليل دلوقتي، يلا المعمل اهو، تعالي. مش انت عايز تحاليل؟ هعمل لك التحاليل اهو. تقول لي هتديني ولا مش هتديني؟ اقول لها لا روح امك مش هديك، تمشي. واحد تاني، انا ابني محجوز في المستشفى
اعمل ايه انا بموت محتاجين ما اعرفش. اقول له مستشفى ايه؟ يقول لي مستشفى القصر. اقول له طب تعالى يلا اركب معايا نروح دلوقتي المستشفى نشوف الدنيا عايزه ايه وهعملها. اعملها. ده انا ده في ناس لو كلمته يتمنوا بس اكلمه اقول لهم في حاله انسانيه محتاجه كذا، هتلاقيهم طاروا على طول. عايز كام؟ حساب كام؟ يلا ابعت لي حسابك دلوقتي ابعت لك. يقول لي لا اديني انا هتصرف انا اصل هعدي ما اعرفش. اقول له طب انا هروح معاك برضه هعدي اللي انت عايزه. مره عيل صغير قابلني احنا ما كناش بقالنا يومين، انا وامي واخواتي ما كناش بقالنا يومين. نهار ابيض ما كنتوش بقالكم يومين؟ قال لي قلت له طب بص تعالى معايا دلوقتي نروح نجيب لهم كل الاكل اللي هم محتاجينه ونروح لهم البيت ونديهم كل الاكل. لا اصل امي ما قالتليش كده. امال امك يا حبيبي قالت لك ايه يعني؟ مش فاهم. لا ما حدش يخش لنا البيت. يا حبيبي انا مش هخش البيت، اصل انت دلوقتي يا حبيبي محتاجه ما اكلتش بقالك يومين، فيعني فيها ايه لما اخدك ونروح نجيب كل حاجه انت عايزها وتروح؟ طب ما انت مرمي في الشارع، يعني انا هعمل في اهلك ايه يعني؟ لا معلش. طب يا حبيبي كلم ام كل اللي انت عايزه هجيب لك. بص هملى لكم بيتكم ده خير تمام. ومش مش من جيب انا، ده من عند ربنا. لا ويسيبني ويجري. مالك يا ابني انت مش محتاج؟ هو ده منظر شكل واحد ما كلش بقاله يومين وامه واخواته في البيت ما كلوش بقالهم يومين؟ بطلوا بقى الناس تشتغلكوا بقى، بطلوا تبقوا مغفلين من كتر ما انتوا عمالين تدوا للناس المتسولين. زادوا وتوحشوا.